في عالم موازي، دكتور في الفيزياء الكمية قضى 7 سنين من عمره وهو بيحضر عن الثقوب السوداء. فالراجل ده قرر يعمل فيديو على اليوتيوب عشان يبسط فيه نظريته، لكن الفيديو بعد شهر من تاريخه ما جابش غير 1300 مشاهدة. لكن في نفس العالم شاب لطيف قرر يعمل تحدي. التحدي ده انه ياكل اكبر طبق محشي كرنب في 10 دقايق، لكن الفيديو في 10 دقايق جاب مليون مشاهدة. اهلا بيك في العالم بتاعنا، العالم اللي السؤال فيه مش ايه قيمة المحتوى بتاعك، لكن ايه الارقام اللي بيعملها. لكن السؤال اللي بيطقطق في دماغ كل واحد فينا، ليه المحتوى التافه او السطحي بينجح بينما المحتوى القيم والمفيد بالمعنى الحرفي بكح تراب؟ يعني هل الخوارزميات شريرة ولا الجمهور اللي غبي؟ وقبل ما نلوم الخوارزمية لازم نلوم الكتلة دي. مخك اللي هو تحفة الكون المعقدة دي في الحقيقة كسول جدا، بيشتغل بمبدأ اسمه الطاقة المعرفية. يعني ببساطة مخك بيفضل المعلومات السهلة اللي مش بتحتاج مجهود في هضمها. فيديو واحد بيعمل مقلب في مراته أسهل 1000 مرة على مخك من فيديو بيشرح الأزمة الاقتصادية. ومش بس كده، مخك بقى مدمن على مادة كيميائية اسمها الدوبامين. يعني كل لايك، كل شير، كل كومنت، كل ضحكة سريعة من فيديو قصير بيديك جرعة دوبامين زيادة. والمحتوى السطحي بيقدم لك الجرعات دي بسرعة وبدون مجهود. يعني زي ما كنت القمار بتفضل تلعب 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 عشان المكافأة اللي وراها. أما المحتوى المفيد محتاج تركيز ومجهود وصبر، يعني حاجات ما بتديش دوبامين فوري. نيجي بقى للوحش الكبير، الخوارزمية. في سوء فهم كبير لدور الخوارزمية. الناس فاكرة انها لجنة تقييم بتختار المحتوى الكويس، لكن الحقيقة ان الخوارزمية عندها هدف واحد ومقدس، والهدف ده انها تخليك قاعد على الاب اطول فترة ممكنة. وده بيحصل عن طريق مؤشرات اهمها 3 حاجات. اولهم مدة المشاهدة، هل انت كملت الفيديو للاخر ولا لا؟ وتاني حاجة التفاعل القوي، يعني الشير والكومنت اهم بكتير من اللايك. وتالت حاجة بقى اسمها الريواتش، هل انت عدت الفيديو ولا لا؟ وهنا بقى الفخ، يعني فيديو مقلب او تحدي اكل زي اللي بيعمله حمد ووفاء كمثال هنلاقيه بيحقق المعادلة دي بامتياز. طب ليه؟ لانه بيخلق رد فعل عاطفي قوي. بعض الناس بيدخل الكومنتات ويكتب حرام عليك المقلب ده، وناس تانية بتكتب الف هنا. وده بيبين الخوارزميين التفاعل قد ايه قوي. الفيديو مدته طويلة ومليء بالاحداث اللي يخليك تكمل، لان المحتوى بتاعهم اصلا هدفه انه يولد الجدل والتفاعل. في المقابل شوف قناة زي الإسبيتالية للدكتورة إيمان إمام. الدكتورة دي بتقدم محتوى طبي وموثوق ومهم جدا، لكن الفيديو بتاعها عن أعراض نقص فيتامين د، وده بيخليك تاخد المعلومة وتمشي. نادرا ما بتكتب كومنت أو تشير الفيديو. مدة مشاهدتك هتكون مرتبطة بالمعلومة اللي محتاجها وبس. اللي عايزك تعرفه إن الخوارزمية مش منطق عشان تقولك المحتوى المفيد لصحتك. الخوارزمية دي مجرد موظف مبيعات شاطر، وبيعرض عليك الحاجة اللي عارفك إنك هتشتريها فورا، يعني حتى لو كانت هتضرك. سلام.